والله في كلام ما ينفعش اقوله كمراجع، ولكن خليني اقوله لك. السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ ايه الاخبار؟ سامسونج A56 ابجريد من سامسونج A55 اللي انا بستخدمه بشكل شخصي من ساعه ما نزل ومن ساعه ما عملت لكم مراجعه عنه. موبايل مميز جدا جدا جدا. وتعالوا بقى نشوف الابجريد اللي حصل ما بين ال A56 وال A55، وفي نفس الوقت ايه الفروقات اللي بتميز ال A56 عن ال A36 اللي انا قلت لك في الفيديو بتاعه. صفقه مميزه بصراحه. فمن غير كلام كتير خلونا نبدا. اول اختلاف هيبان معاك وهتلاحظه عينك على طول اول ما تمسك الموبايلين في ايديك هو سيت اب الكاميرات. خلاص وداعا للكاميرات المتفرقه، وسامسونج هنا جمعت كاميراتها في مكان واحد وقالت لك ايه؟ تغيير. التغيير ده عاجبك او مش؟ هي اذواق بصراحه. انا بالنسبه لي عاجبني جدا جدا، وخاصه الفريم الالومنيوم اللي محطوطه فيه الكاميرات مع الفريم الالومنيوم والظهر الازاز اللي محمي بجوريلا فيكتوس بلس زيه زي الاي 36، ولكن هنا الفريم الومنيوم فخم يا جماعه بطريقه لا تتخيلوها، وخاصه مع النحافه والسمك الرهيب جدا 7.4 مللي. موبايل مسكته في الايد مسكه فلاج شيب، الازاز مع الالومنيوم تميز ليفل الوحش بريميوم. نفس معيار حمايه مقاومه الماء والغبار الاي بي 67 برضه موجود في الاي 56. النقله النوعيه اللي حصلت في الاي 56 من وجهه نظري مش الظهر الازاز ولا سيت اب الكاميرات، هو نحافه الموبايل. موبايلين لما تحطهم جنب بعض كده هتحس فعلا الموبايل رفع جدا جدا جدا. وزنه لا يتعدى حرفيا ال 200 جرام، 198 جرام تحديدا. فبالنسبه للديزاين حبيت. بالمناسبه انا معايا اللون الاسود، واللون الاسود طبعا زي ما انت شايف كده ازاز ومرايه، وتحس ان انت فعلا انعكاسات للصبح. لكن الهيرو كولر بقى في الاي 56 هو اللايت جراي. الشاشه هنا يمكن لو اتكلمت عنها هبقى بعيد نفس الكلام اللي قلته في الاي 36، ولكن هقوله برضو للناس اللي داخله تتفرج خصيصا على الاي 56. شاشه جايه بحجم 6.7 بوصه فول اتش دي بلس سوبر اموليد من سامسونج، 120 هرتز معدل تحديث. والابجريد اللي حصل عن الاي 55 هو ان سطوع الشاشه بيوصل بالفيجن بوستر لحد 1900 نتس، تجربه فعليه واسطوع رهيب جدا تحت اشعه الشمس المباشره. حواف الشاشه قلت سيكا عن الاصدار اللي فات، وقلت طبعا بشكل ملحوظ، ولكن ده برضو مش العشم ان شاء الله الحواف دي تختفي تماما، لان الشاشه المسطحه اللي انا بحبها جدا من سامسونج تستحق اكتر من كده، ولكن مقبوله على كل حال. الوان الشاشه والتفاصيل هنا في حته ثانيه خالص. شاشه سامسونج يا جماعه لا تقارن باي شاشات ثانيه. الوان خياليه حلوه جدا جدا جدا، كونتراست رهيب، تشبع الوان رايق. اللون الاسود هنا طالع اسود كأن الشاشه فعلا مطفيه، فهتحب تجربه المشاهده على الشاشه دي جدا جدا، وتديك تجربه مميزه، وخاصه ان السماعات ستيريو مدعومه من دولبي اتموس. هتلاقي عندك بصمه رايقه في الشاشه سريعه وزي الفل. تعال نروح على الاداء ومعالج سامسونج الاكزينوس 1580 4 نانومتر دقه تصنيع، والدعم لخدمات ال 5G، وكمان بيدعم الشريحه الالكترونيه الاي سام، واكيد بقى الواي فاي كولينج والحاجات الايه الصغيره. احنا قلنا ليفل الوحش بقى، فالحاجات دي جايه معانا. A56 جايب نسختين 8 128 و8 256، وتقدر تزود الرام من الروم 8 جيجا تاني بخاصيه الرام بلس. هسيب لك الاسعار الرسميه ولينكات الشراء تحت في صندوق الوصف او في اول كومنت، فابقى بص. تعالى لي وخلينا نرجع على الاكزينوس 1580، وهنا هنبتدي نقسم فريقين. ليه يا سامسونج ما جبتيش المعالج من كوالكوم والكلام ده كله؟ وفريق يقول لك لا والله انا بستخدم الاكزينوس عادي جدا وما عنديش معاه اي مشكله. وخلينا اكون حادي ومنصف، انا من الفريق الثاني اللي بستخدم الاكزينوس عادي جدا من ايام الاس 21 الترا وما عنديش معاه اي مشكله، وفي تحسينات كتيره جدا جدا بتحصل عليه يوم بعد يوم. فما تاخدش الفكره العامه وتحكم بيها الا لما تجرب. قبل ما ادخل لك عن تجربه الاداء ومحقق كام نقطه على انتوتو بنش مارك والكلام ده كله، خلينا اتكلم معاك شويه عن الموبايل. بيطلع بواجهه سامسونج الاحدث الوان يو اي 7 والمبنيه على احدث اندرويد الاندرويد 15. والله في كلام ما ينفعش اقوله كمراجع، ولكن خليني اقوله لك. انا توب فان للواجهه دي بصراحه. تخيل انا توب فان للوان يو اي عموما، جت الوان يو اي 7 خلتني متيم بهذه الواجهه. سامسونج بتقول لك معاك تحديثات 6 سنين، يعني زي ما قلت لك في فيديو الاي 36 هتشتري الاي 56 تشتريه وتشتري دماغك معاه لمده 6 سنين تحديثات نظام. فيتشرز كتيره بتسهل عليك تجربه الاستخدام، والدنيا ماشيه زي السكينه في الحلقه. سلاسه رهيبه، ليفل الوحش. انيميشن الواجهه دي في حته ثانيه خالص. كل تطبيق كده لما بتخرج منه كأن الشاشه بتتلم وبترجع للتطبيق، حاجه رهيبه. الموبايل ده بالتصميم بتاعه بشويه المميزات اللي نازله في السوفت وير، اقدر اقول لك ان هو موبايل بطعم الفلاج شيب وبروح الفلاج شيب، ودي الروح الغالبه في سلسله الاي، وتحديدا الاي 36 والاي 56. ولكن الاي 56 بيزيد شويه وبيتماس شويه لان هو طبعا جاي فيها سعريه اعلى. واللي خلاني اقول لك ان هو بطعم او بروح الفلاج شيب لان معظم الحاجات اللي في الالترا موجوده هنا كمميزات سوفت وير، زي السيركل تو سيرش، زي الريد الاود الخاصه بمتصفح سامسونج GSM/HTAR/LT/5، وزي الاوتو تريم والبيست فيس زي ما هنتكلم في الكاميرات والاي اي فلترز وحاجات كتيره جدا جدا مميزه. وزي ما قلت لك في فيديو الاي 36 انا شغال دلوقتي على مونتاج فيديو مميزات الوان يو اي 7،
يومين 3 ان شاء الله وهتلاقيها نزلت، ده لو انت مفعل طبعا زر الجرس. الناس اللي مهتمه تعرف اداء الاكزينوس 1580 هيبقى عامل ازاي، في حركه ذكيه كده سامسونج عاملاها، السوفت وير بقى مساعد قوي، ما بقتش اقدر احكم على المعالج ده معالج قوي ولا لا، لان بصراحه السوفت وير رهيب، بالاضافه كمان ان هم زودوا غرفه التبريد فالموبايل ما بقاش يسخن، فحاجات رهيبه جدا جدا بتخدم على المعالج، مش مخلياني قادر احكم عليه بشكل طبيعي. ولما رحت على انتوتو بنش مارك قرب على 900,000 نقطه، وده رقم كويس جدا جدا في هذه الفئه السعريه. هتلعب ببجي على الاتش دي ار جرافيك والالترا فريم ريت، وهتاخد جيم سلس ورهيب ومفيش اي مشكله فيه نهائي. وزي ما قلت لك تكون مستمتع جدا جدا بالشاشه اللي هتديك الوان في الجيم رهيبه مع ال 120 هرتز مع سماعات ستيريو، فانت تبقى حاسس ان انت عايش تجربه العاب مميزه جدا. تعال لي على الكاميرات ومميزات الكاميرات الرهيبه المحترمه. كاميرات نظيفه، 50 ميجا بكسل الكاميرا الاساسيه، فتحه عدسه اف 1.8. هتيجي تقول لي طب ما هي اللي في الاي 36، هقول لك لا والله ده المستشعر هنا سوني اي ام اكس 906. عندك عدسه ثانيه 8 ميجا بكسل الترا وايد، عندك عدسه 5 ميجا بكسل تصوير الماكرو. الصور اللي طالعه لك هنا صور بتتفوق بحبه حلوين على صور الاي 36، وده بسبب زي ما قلت لك المستشعر بلس المعالج نفسه الاكزينوس 1580 اعلى برضو بحبه حلوين من السناب دراجون 6 جين 3، وده واضح زي ما انت شايف في الصور. دايناميك رينج متعادل بشكل كويس، عندك الشارب والكواليتي في حته ثانيه خالص يا جماعه. لوك الصوره من سامسونج زي ما قلت لك لوك صوره مثالي بالنسبه لي. الصور بالليل فوق الوصف بصراحه، سامسونج بتحافظ على المعادله ان الصور منوره وتكون في نفس الوقت محتفظه بالتفاصيل. عدسه السيلفي هنا بتيجي 12 ميجا بكسل، فتحه عدسه اف 2.2، مش عايزك تتخض لان دي نفس العدسه اللي بتنزل في فلاج شيبات سامسونج. فلاج شيبات سامسونج الموبايلات الرائده الالترا والنوت والكلام ده كله. العدسه دي بصراحه في الفئه دي وفي الفئه الاقل في الاي 36 مميزه جدا، وسامسونج رمت الكارت ده وهي عارفه قد ايه الناس هتنبسط جدا من النتيجه. زي ما انت شايف لوك الصوره عامل ازاي، السكين تون طبيعي جدا، دايناميك رينج مظبوط، الحده، الالوان، التفاصيل، كل حاجه مثاليه في اضاءه النهار، وبالليل هيعتمد عليها وليه لا، وهي اصلا عدسه فلاج شيب فمنوره محتفظه بالتفاصيل الصوره ومفيش عليها اي غبار ولا اي تعليق يذكر. ضيف على كده كمان يا سيدي ان الكاميرا الاماميه والخلفيه بيصوروا فيديو بدقه 4K وبيدعموا الاتش دي ار فيديو. شرحت القصه دي في الاي 36 بس حقك عليا ان انا اقولها لك. الاتش دي ار ده هو اللي بيعمل الموازنه والمعادله ما بين اكتر مكان منور في الصوره واكتر مكان مظلم في الصوره، وبيعمل التباين والكونتراست بينهم ان يخلي لك ده باين وده باين من غير ما اي حاجه تاثر على تعبت والله مش شرح. عندك بقى شويه مميزات ذكاء اصطناعي في الكاميرات مخليهم في حته ثانيه خالص. الاوبجكت اريزر والاي اي ريماستر، وعندك الاوتو تريم ان انت لو صورت فيديو بيقدر ياخد لك كده الهايلايتس من الفيديو دي ويقطعها لك كده ويحط شغل فاخر والله. كل ده برضو في فيديو سوفت وير مش عايز احرقه. وعندك ميزه رهيبه جدا جايه لك من الفلاج شيب وهي انستانت سلو موشن. انت حضرتك دلوقتي صورت فيديو عادي جدا تقدر تدوس على الشاشه تحوله لسلو موشن عشان يبطئ معاك وتشوف تفاصيل المشهد زي ما انت عايز. والميزه الرهيبه كمان الاي اي سيلكت اللي هتكلم عنها برضو بالتفصيل في فيديو شرح الوجه. الميزه دي بقى واخده قلبي بصراحه وهي الاي اي فلتر. الاي اي فلتر ده يا سيدي انت بتسرق لوك اي صوره عاجبك تحطه على الصوره بتاعتك بمنتهى البساطه بدون اي مجهود. طب انا يا عم طارق في برامج بستخدمها بتديني فلاتر مش موجوده في حته ثانيه، هقول لك والله ادخل حمل اي فلتر تطبيق انت عايزه هنا على الكاميرا الاساسيه بتاعه الجهاز بدون اي تطبيقات خارجيه. ما بقول لك فيديو الواجهه ده يكون ضرب نار. انا قاعد في تجربتي للسامسونج انا مركز مع الواجهه، بصراحه الواجهه خدتني سرحت بيا فمش عارف ارجع والله. انا كل عايز اخلص فيديوهات المراجعه دي عشان خاطرك واقول لك الموبايل فيه ايه وعليه ايه، واروح بقى للسكه بتاعتي اللي انا بحبها وانت بتحبني فيها. فاشترك وفعل زر الجرس عشان الفيديو ده مهم جدا جدا وانصحك ان انت تشوفه. نرجع لموضوعنا. الاي اي فلتر ده يا سيدي مهم في ايه؟ مهم ان انت لما تيجي تفتح الكاميرا بتاعتك سامسونج منتهى الامان، السوفت وير بتاعها امان ليفل الوحش، فبالتالي انت ما بتفتحش تطبيقات خارجيه الله اعلم بياخدوا الصور بتاعتك يعملوا بيها ايه او ما بيفتحوا الكاميرا هل بالجزم. لا، سامسونج الخاص الموضوع ده قالت لك كل الفلاتر عندي يا باشا خدها اهي اتعامل. فشابوه. الكاميرات هنا هتكون منافسه بشكل كبير جدا في هذه الفئه السعريه وهتعلي على المنافسين. البطاريه هنا جايه 5000 ملي امبير، بتدعم الشحن السريع برضو بتاع الفلاج شيب ال 45 واط. البطاريه تكمل معاك اليوم مستريح لو انت استخدامك خفيف ومتوسط، لو استخدامك تقيل هتضطر تشحنها مره كمان بشحن 45 واط. الموضوع ما بياخدش وقت خالص، ولكن الشاشه هنا بتعمل سكرين اون تايم من 7 ل 8 ساعات مستريحه جدا. الموبايل بيدعم الجيروسكوب سنسور والان اف سي ومستشعر تقارب هنا سوفت وير ولكن شغال بشكل كويس جدا وما بيغلطش. احدث بلوتوث 5.4 مفيش 3.5 ملم، مش تقدر تركب كارت ميموري مكان شريحه ثانيه ومفيش كارت ميموري مدعوم، فانصحك بنسخه 256 لان الموبايل هيجبرك ان انت تنزل العاب لان الاداء هيجيبك والشاشه هتجبرك ان انت تنزل افلامك بقى ومسلسلاتك اللي بتحبها كل حاجه. فروح في السكه السيف، ودي برضو وجهات نظر وانت ادرى باستخدامها. العلبه ستيل فيها الموبايل والكابل بس
مفيش ولا جراب ولا سكرين ولا شاحن، وفي الفئه دي احنا ممكن نعديها. الابجريد اللي كان نفسي اشوفه هنا عدسه تليفوتو، ولكن عشان نسخه الفان اديشن في سامسونج وفرتها لنسخه الفان اديشن من الاس 25. اتمنى ان شاء الله ان السلسله دي تقلب لنا الدنيا السنه اللي جايه، ولكن بصراحه انا راضي جدا على الاس 56، ولو هشتريها عشان حاجات كتيره جدا، اهمهم واجهه مستقره تحديثات 6 سنين، شاشه عملاقه، شاشه رهيبه جدا جدا، اداء محترم، اداء مستقر، ما عنديش فيه اي مشاكل، كاميرا جباره بتدعم الذكاء الاصطناعي الحقيقي الرهيب اللي بيديني تجربه مميزه وتجربه سلسه، تصميم البريميوم المميز اللي جاي بطعم الفلاج شيب مع شحن سريع 45 واط. بصراحه كل دي مميزات خلتني اقول على اي 56 موبايل مش لاي حد، موبايل الناس اللي عايزه التميز. دي كانت كل حاجه على اي 56. لو عندك راي تاني اكتبوا لي تحت في الكومنتات، بص على صندوق الوصف او الكومنت، بيكون فيه طبعا حاجات مهمه جدا، ممكن حاجه نسيتها في المراجعه، ممكن السعر، ممكن لينك شراء، الكلام ده كله بص عليه. استنى فيديو واجهه الوان يو اي 7، لايك كلمتين، اشترك في القناه، تفعيل زر الجرس، حاجات مهمه جدا جدا بتدعم لي الاستمراريه. استنى الابجريد الكبير جدا ان شاء الله في القناه. سيبكم حافظ لو رايته، وعلى لقاء باذن الله تعالى فيديوهات كتير. مش عارف اقول سلام برضه عشان الكاميرا بعيده.